الحب الحقيقي بيجي بعد الجواز؟ لا طبعا غلط، لا بعد الجواز ولا قبل الجواز. هو ما بيجيش خالص. قصدك يعني وات اي بليف؟ ايوه بالظبط. يس بس sometimes no. لا انا بشوف ان بعد الجواز حب اكيد بيقوى، لان بيبقى فيه بقى ايه، عشره وفي مواقف وفي سند وفي حاجات كتيره جدا ومعاني كتير جدا بتقوي الحب بقى وبتخليه بيدخل في حاجات تانية. يعني الحب قبل الجواز حب طبعا جميل، بس ما فيش فيه مسؤوليه، في لذاذه ولطافه وحب لسه بيتبني وبيتكون، ليه مشاعر جميله والتليفونات والخروجات دي مرحله. خش يا ريس. الحب اللي قبل الجواز بيبقى حب فريش، ففي وهج كده ممتع جدا. شايف ياض الفريش والوهج دمج الانجليزي بالعربي بثواني، انا طخته لك كده ورا بعض التفنيد. اتفضل، سوري ان على المقاطعه. بعد الجواز الحب ما بيختفيش، بس بتتولد معاه بقى حاجه كبيره جدا اسمها العشره، فبيبقوا دول كفتين نجاح الرحله بقى، ان الحب موجود والعشره موجوده، فبتبقى على الاثنين قوي، بتحاول تحافظ عليهم وتفضل تحاول تحافظ على وهج ده. اسمها العشره بقى بتتولد الثقه. يعني والنبي انت تقول ثقه وقدامك شوف محاميحه قاعد بالشرط ومحاميحه وقاعد ضحك لك، يعني مش راكبه الصوره عندي. طب استنى انا اسف. الثقه حلوه كده عدت.